وبما ان الكرانشي رول انمي اووردز اتفتح باب الفوت ليها، تعالوا نفوت سوا ونشوف ال 25 كاتيجوري. تعالوا نشوف ايه اللي هيبقى موجود والفوتس والاعمال المخصصه لكل فوت هيبقى فيها ايه، والنتيجه هترسى على ايه بالنسبه لنا احنا في الاخر، لحد ما توصل بقى او لحد ما نشوف النتيجه في اخر السنه دي. وخلونا نخش في الفيديو على طول. لكن قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش اللايك وما تنسوش سبسكرايب. خلونا نوصل القناه 5000 مشترك قبل نهايه السنه دي، ونوصل الفيديو ل 200 لايك، 400 لايك. مش عارف انا بقيت اتلخبط ليه. واهم حاجه لا تجعل مشاهده الانمي تلهيك عن واجبك الديني والدنيوي. ويلا بينا نخش في الفيديو على طول. طيب، وبعتذر على الحرق ده، بس يعني على ما وصلت للفوت السابع تقريبا، 7 فوتس اهو، اكتشفت ان الكاميرا ما كانتش بتصور، او الريكوردر او الشاشه ما كانتش بتسجل. ف لا حول ولا قوه الا بالله. ما علينا ما علينا. خلونا نران ثرو الفوتس على طول لحد دلوقتي اللي احنا شفناه. انمي اوف ذا يير ما بين دان سيزون 2، ما شفتوش. جات ياكوتا شفت اول 5 حلقات ما اهتمتش. ابوثيكاري دايريز كان لطيف لكن ما كانش افضل سيزون خالص. ذا سامر هيكارو دايد ناس كتير كانت بتشكر فيه، لكن تاكوبي اظن هو اللي هياخد الكيكه. واظن انتوا شايفين ان انا عملت فوت لمين، لان بوكو هيرو بجد كان رسم خرافي، انيميشن خرافي، حاجات توب تير. انا ما كنتش متوقع العظمه دي، ولما شفته ولما خلصته سابني في حاله كده اللي هو خلص. كان لازم يبقى انمي اوف ذا يير. وانا كنت بصور الفوت ده في اوله خالص اتخضيت ان سول ليفلينج ما كانش موجود، لان سول ليفلينج ماشي هو اكيد هو اللي كسب السنه اللي فاتت، بس يا جماعه السنه اللي فاتت او الفوت اللي فات كان بيتكلم عن سول ليفلينج الموسم الاول، لكن احنا السنه دي نزلنا بسول ليفلينج، او الفوت ده المفروض فيه سولو ليفلينج الموسم الثاني، وده اللي عجب الناس كلها، ده اللي الناس كلها. استغربت ان هو مش موجود، بس حتى لو كان موجود كنت هدي الفوت ل ماي هيرو. ناس كتير ممكن تفوت لتاكوبي وناس كتير ممكن تفوت لجاتشاكوتا، بس اظن ماي هيرو يستحقها بقدر يعني. فيلم اوف ذا يير يعني مش محتاج اقول عن ديمون سلاير. قلعه اللانهايه. التجربه بتاعت اسمها ايه؟ اسمها ايه التجربه؟ الاي ماكس. التجربه بتاعت الاي ماكس بالصوت، بالشاشه، بالانتاج الخرافي، بالاحداث، بالموسيقى، بالفايتات، بكل حاجه. يعني مين عاقل هيقول غير ديمون سلاير؟ فيلم تشينسو مان سمعت عنه كلام خرافي، وفيلم 100 متر سمعت ناس كتير بتشكر فيه. الصف التحتاني ده كله ما شفتوش، بس مش محتاج ديمون سلاير. مش محتاجه خالص يعني. اللي بعده بيست كونتينيوم سيريز كايجو نمبر 8. الموسم الثاني كان حلو بس محبط بما سبقه. دان شفت الموسم الاول، ما شفتش الموسم الثاني، وكنت وانا بصور التيك اللي فاتت يعني كنت بقول لكم ان انا اصلا قرات، يعني وقت ما انا كنت في الخدمه العسكريه قرات دان كله كمانجا قبل ما اعرف اصلا ان ممكن ينزل له انمي. انا كنت بدور اصلا على مانجات ملهاش انمي، فقرات دان وبعض المانجات التانية كتير. فوصلت الشابتر 100 وحاجه، مش فاكر كان 100 وايه، ونسيت الاحداث طبعا. فاللي هو ماشي يعني ركنته لاني ما حسيتش ان هو كده. بس شفت الموسم الاول منه من دان من الانمي. الرسم والانيميشن خرافي وكل حاجه انا تخيلتها وانا بقرا وافضل، لكن انمي فاسد ما تتفرجوش عليه. ون بيس انا وقفت عند 578. انا متاكد ان فانز ون بيس هيكسبوا ون بيس، لانه اللي بسمعه عنه يقول ان هو يستحق. سول ليفلينج هيطبلوا له كتير، بس وسباي فاميلي ما شفتوش. بس ما ام سوري، من اللي انا شفتهم هي ما بين سولو ليفلينج وما بين بوكو هيرو، وتهيألي انتوا شايفين انا مختار ايه. لكن معلش، رسم ورسم بوكو هيرو احسن. انيميشن الفايتات اللي اتعملت في بوكو هيرو كانت افضل بكتير. قصه وقصه بوكو هيرو كان افضل بكتير. ختام لملحمه عظيمه وقصه حلوه. سول ليفلينج عظيم، انا بعشق الانمي ده، وقراته كامل كمان هو قبل ما اعرف انه برضه هينزل انمي بسنين كتير. بس احبه او اختلف معاه، بوكو هيرو السيزون الاخير على اي حاجه عملها على مدار المواسم اللي فاتت كلها. بوكو هيرو. اللي بعده بيست نيو تيريس. ما شفتش كليفاتيس، شفت منه حلقه. جاتشاكتا شفت منه 5 حلقات. تاكوبي ناس كتير كانت بتشكر فيه. ذا سامر هيكارو دايد ناس كتير كانت بتشكر فيه. ذا فراجرنت فلاور بلومز وذ ديجنيتي ما شفتوش خالص، ويمكن ما سمعتش ناس كتير بتتكلم عنه. فساكاموتو دايز وش ساكاموتو دايز كان انمي مسلي للغايه. الدبلجه المصري يعني هو دبلجه فصحى بس مصريين، الدبلجه بتاعته كانت تحفه.
تحفه. انا اتفرجت عليه الموسمين لاول مره بالدبلجه، يعني انا ما عدتش مثلا او ما اتفرجتش في الاول وبعد كده رحت على الدبلجه، لا هو الموسم الاول بالدبلجه كان خرافي جدا. يعني المشاهده الاولى للموسم الاول والثاني كانت خرافيه. فساكاموتو دايز ما بين كل دول، يعني شفت 5 حلقات من جاتشاكوتا، عايز اعدي عليه بقى كامل، يعني بعد ما خلص جاتشاكوتا كامل عايز اشوفه كمشاهده واحده. قولوا لي لو انتم مهتمين نتكلم عنه ميبي. بس ساكاموتو دايز بيست اوريجينال انمي، ما شفتش ولا واحد من دول. ولازرس شفت منه 4 حلقات ولا 5، زهقت منه قوي. كان انمي وحش جدا 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 جدا. الموسيقى مزعجه، مش حاسه ياباني، حاسه امريكي زياده عن اللزوم، لكن بستايل ياباني. كان مسخ كده، ما فهمتش منه اي حاجه. بقيه الانميات اللي موجوده في الليست دي ما شفتهاش، فاديت للازرس لانه على الاقل هيبقى فير انه الوحيد اللي شفته يعني. بيست انيميشن، انا يعني اول ما شفت القايمه دي قعدت مبحلق عيني كده، اللي هو فين ديمون سلاير؟ فين ديمون سلاير؟ انا مش شايف ديمون سلاير ليه؟ بس غالبا هو يقصد الانمي مش الافلام، لان طبعا افلام ليها ميزانيه ضخمه، عشان كده مثلا شينسو مان مش موجود كده. دان ما شفتش الموسم الثاني، بس يعني الموسم الاول كان حلو بس مش توب. جاتشاكوتا ما شفتوش. ون بيس الناس هتشكر من ناحيه الانيميشن يعني. تاكوبي ما اظنش ان هو يستحق بيست انيميشن، مش عارف. لكن ون بيس برضو الناس اللي اتفرجت على ون بيس هي اللي تقول لنا في الكومنتات. ما بين سولو ليفلنج وما بين بوكو هيرو مش محتاجين نتكلم على الفايتات بتاعت ميدوريا، باكوجو، اول مايت، اول فور وان، شيجاراكي، مين، الرسم. بوكو هيرو لو كان فيلم ديمون سلاير موجود كنت هفكر، كنت هروح ديمون سلاير، بس كان هينالني تفكير هنا، اللي هو هل بجد فيلم ديمون سلاير الانيميشن بتاعه احسن من بوكو هيرو؟ لا، فيلم ديمون سلاير يكسب. فللدرجه دي الانيميشن بتاع السيزون الاخير من بوكو هيرو كان عظيم جدا. تهيألي احنا كده خلصنا عند الفوت، صح؟ يلا بقى نشوف الجديد منه. ماشي. بس كاركتر ديزاين، دان ما شفتش الموسم الثاني. وبصراحه ون بيس طبعا برضو ما كملتش. تاكوبي ابوثيكاري دايريز ما كانش، هو انمي عادي، وماي دريس اب دارلينج عادي. ككاركتر ديزاين حلو. هي ما بين دان لان انا متعلق بالديزاينز دي وقراتها في المانجا، وما بين جاتشاكوتا. بس جاتشاكوتا بصراحه يستحقها بالنسبه لي، لان شكل الكاركترز كان حلو. شكل الكاركترز كان حلو، وخصوصا رودو اللي هو الناس قاعده تقول ميكس كيلوا وكورابي كده. فعشان يعني عينيه محمره وشعره رصاصي زي كيلوا وصغير وبتاع مش عارف ايه. بس ككاركتر طبعا كيلوا يكسب، بس رودو كان كاركتر ديزاين، طريقه رسم الوشوش والحاجات حلوه في جاتشياكو ده. فتهيألي انا من القلائل اللي بيعرفوا ينطقوا الاسم صح. يعني مش محتاجين نتكلم عن ايجي اوتاكو شاكشوكا، ومش عارف دينا بليتش مش فاكر كانت بتقول عليه جاتشوكا، بس جاتشياكو ده. يب. شاوت اوت للي بيعرفوا ينطقوا الاسم صح. نوت. يلا بس دايركتور، يعني مش فاهم يعني كرؤية إخراجية مش فاهم الكاتيجوري دي بصراحة. بس I think بوكو هيرو فاينل سيزون. اللي بعده بيست باك جراوند ارت. اوه طيب، تحبوا ناخد خضة؟ اللي بعده بريفيوس. بصوا ما شفتش سيتي اوف انيميشن، ما شفتش دان، شفت ابوثيكاري دايريز، شفت جاتشاكوتا، وشفت اول 6 7 حلقات من كولون جينيريك رومانس. ماشي. ابوثيكاري دايريز كان الباك جراوند ارت عادي مش استثنائي. جاتشاكوتا الباك جراوند كان زباله. يعني مين ممكن يختار جاتشاكوتا حرفيا بيحب يعني. مش عايز اغلط في الفانز بتوع جاتشاكوتا. ما شفتش دان، ما شفتش ذا سمر هيكر دايد. فابوثيكاري دايريز بصراحه يعني كان سترونجست. بس كولون جينيريك رومانس كان بيتكلم عن مدينه قديمه قوي، وبس الفانز بس هي في زمن حديث، لكن المدينه دي التزمت بالتقاليد القديمه وبالشكل القديم بالمعمار القديم بتاعها. يعني كباك جراوند ارت ما قلتش بيست ارت، مش احسن رسم، ده افضل باك جراوند ارت. ال... ال... ال...
الرسومات اللي ورا، مش الشخصيات، مش الفايتات، مش الانيميشن. ما كانش فيه انيميشن، ده كان رومانسي يعني. بس بصراحه اللي شدني ليه اصلا اكمله الباك جراوند ارت بتاعه، يستحقها. بيست رومانس، ما شفتش ده الموسم الثاني. هاني ليمون سودا، فراجرانت فلاور بلومز وذ ديجنيتي، ران ما هاف سيزون 2. هو نزل منه سيزون 2؟ اوكي. ماي دريس اب دارلينج، ما انصحش حد انه يشوفه. وبلو بوكس يعني غالبا ده اللي الناس كلها هتتكلم عنه. بس يعني ماي دريس اب دارلينج بصراحه انا شفته، مش ما انصحش حد انه يشوفه، بس انا شفته. الموسم الثاني كان ممل. وما شفتش بلو بوكس، وما شفتش دان بس عارف قصته. بس دان مش انمي رومانسي. مش عارف، ماي دريس اب دارلينج كان وحش يعني، كان ممل. هقول بلو بوكس بصراحه. انا حاسس ان يعني من اكتر الانميات اللي مستني اتفرج عليها. اللي بعده بست كوميدي. فين ماي دريس اب دارلينج ليه؟ ده فين ولا ماشي؟ ده كان من زمان. سباي فاميلي انا شفت منه على الاقل اول 5 حلقات ويستحقها. انمي كان جميل جدا. انا ما سحبتش عشان وحش، بس اتسحلت في كذا حاجه تانية. فلسه عايز ارجع له، خصوصا بالدبلجه العربي. ككوميدي بصراحه ماشي، يستحقها، لطيف. اللي بعده بيست اكشن. فين بوكو هيرو؟ ام سوري، ما شفتش جاتشيا كنت ما شفتش دان كايجو نمبر 8. الاكشن فيه كان حلو، بس في حاجه في الموسم كانت غريبه. الانمي كان ممل بصراحه. وان بيس، فانز وان بيس هيقولوا الاكشن بتاعه حلو، لان شفت ناس كتير كانت بتقلب الدنيا، خصوصا لوفي والجير 5 والحاجات بتاعته. سولو ليفلينج، بوكو هيرو. سولو ليفلينج يا جدعان، الفايت بتاعت بيرو كانت خرافيه، فايتات سونج جين وو كلها كانت خرافيه. انمي اكشن صرف. بس لو جيت تقارن في اللي بوكو هيرو عمله السيزون ده والفايتات اللي كانت موجوده، بوكو هيرو معلش. بوكو هيرو ما ينفعش. انا فان سولو ليفلينج جدا، بس بوكو هيرو علق على اي حاجه. بيست ايسيكاي، زينشو، ريزيرو، فروم بيروقرات، ديزني تويستد وندرلاند، كامب فاير، كونوسوبا. ها، يعني انا شفت اول حلقه من ديزني تويستد وندرلاند و ما اهتمتش قوي. فده الوحيد اللي شفته فيهم. آه... كان في بعض الاسقاطات او الايحاءات لحاجات ديزني، فعايز اشوفه. بس يعتبر ده الوحيد اللي اعرف عنه اي حاجه. دي زيرو طبعا اعرف ان في ناس كتير تختاره، بس انا مش عايز اختار حاجه انا ما شفتهاش للدرجه دي. اللي بعده بيست دراما. اوه اوه ابوثيكاري دايريز ما كانش دراما قوي. تاكو بي طبعا الناس هتختاره، وانا بس انا مش عايز اختار انمي انا ما شفتوش. اورب ناس كتير بتقول انه عظيم جدا، ما شفتوش. ذا سمر هيكارو دايد ما شفتوش. بلو بوكس ما شفتوش. فهو ما بين ابوثيكاري دايريز وان شيرلي. وانا واحد يعني لما اتفرجت على ان شيرلي كنت لسه مخلص ذات الشعر الاحمر على سبيس تون، فشفت بيفور جرين جيبلز، ان شيرلي بيفور جرين جيبلز، وشفت بقى ان اوف جرين جيبلز. ف وانا بحب ان جدا، بحب الكاركتر، بحب الموسيقى، بحب العالم ده. ودبلجت سبيس تون لذات الشعر الاحمر كانت خرافيه. شكرا للاستاذه مروان فرحات. انشل يعني ممكن الناس تستغرب ما بين وسط كل دول، بس احنا بنتكلم ايه؟ بيست دراما. بيست دراما. ابوثيكاري دايريز ما كانش دراما. تاكوبي الناس هتختاره وانا عارف ان هو دراما، واورب ممكن يكون دراما، وسمر هيكر دايت دراما. انا ما شفتهمش للاسف، فانا هفوت للانمي انا شفته وعجبني ودرامته كويسه جدا. اللي بعده سلايس اوف لايف. هو انا حبيت ان شيرلي، بس سباي فاميلي، سباي فاميلي كقصه وكاحداث وككل حاجه هو افضل انمي اصلا في كل دول. من فتره طويله، افضل انمي من فتره طويله تقدر تقول عليه شريحه من الحياه. ماشي، في اكشن، في خيال، في كل حاجه، بس يكون شريحه من الحياه وما يكونش مدرسي. سباي فاميلي. بيست بيست مين كاركتر. شكرا رودو.
عاجبني ان انت بتحاول تتقمص من كيلوا. مومو اوكارون، تو كاركترز للدرجه دي. الموسم التاني كان حلو، مش فاكره بس يعني ماشي. ماو ماو واحده من كاركتراتي المفضله. دينا بليتش طبعا هتروح لماو ماو. وش ميدوريا، ميدوريا، ميدوريا. لكن ما ينفعش نقول غير سونج جينو. انتوا شايفين الصوره يعني. هيزا باداس، هيزا باد. هو انا مش يعني احنا يعني هو كاركتر مش ديب قوي، مش عميق قوي، بس يعني سونج جينو برو. انا بحب سونج جينو. ماي فيفورت كاركتر بعد كوروساكي ايتشيجو. ماي فيفورت كاركتر اوف اول تايم ان انمي. بيست سبورتنج كاركتر شيسوي جينش. لا جينسي كنت يعني ما بحبش الكاركتر. او بص، هو بحبه في سياق الانمي بس لا. تربو جراني، جيجي، كاركترز انا عارفهم من المانجا حلوين. كاتسوكي، انت مدير جدا يا وبتقولوا لي رسم وانيميشن واكشن واحسن. في ايه يستحقوا غير ده؟ طبعا كاتسوكي باكوجو طبعا بيست سبورتنج كاركتر من وسط الاوبشنز المتاحه يعني. هو دراجون بول دايما ما فيهوش حاجه. must protect at all characters at all costs character. izuku midori يعني انيا فورجر يعني اللي هو يعني انا واخد الكاتيجوري دي ان هي الكاركتر الكيوت. مش انيا فورجر يعني. احنا لو ما ايزوكو يحمي الناس كلها وانا عايز اطبطب عليه واقول له شكرا على اللي انت عملته، شكرا، بس كنت انيا فورجر. ما شفتش تاكوبي وناس كتير ممكن كده. سويكا بس انيا فورجر، انيا فورجر. بيست انمي سونج. اوه ما سمعتش بتوع تشينسو مان. ان بلوم كانت حلوه جدا بس ما انصحش الناس انها تتفرج عليها. سول ليفلينج كانت تحفه برضه. اوكي. بس هي سونج. ما اتكلمش عن الاوبننج، ما اتكلمش عن الاندنج. سكور اوه الاو اس تي ديمون سلاير. وش شكرا سول ليفلينج على الاوستات العظيمه اللي انت اديتها لنا. ديمون سلاير تا 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 اسمع بس الاوست ده وانت في الاي ماكس. تشيفس كيس. بيست اوبننج سيكونس كفيديو يعني. بيست اوبننج يعني افضل شارط بدايه بس من حيث الفيديو على ما اظن. ذا ريفو يعني. سول ليفلينج. الفيديو بتاع سول ليفلينج كان حلو بصراحه. اوه الاوبننج بتاع دان كانت الفيديو بتاعها حلو. بوكو هيرو ما كانش عاجبني السيكونس بتاع الاوبننج. دان لا سول ليفلينج كان حلو. جاتشاكوتا كان لذيذ برضو بس سول ليفلينج يكسب بالنسبه لي كرسم او كشكل الاوبننج. اندنج سيكونس معرفش هو يقصد شارة بدايه ولا انيميشن ولا اغنيه، بس اظن برضو اوه اغاني كايجو نمبر 8 بدايه نهايه كلها خرافيه. كايجو نمبر 8 كفيديو وكاغنيه اختاره توب توب توب. بقوا جينا لاخر 3 كاتيجوريز. بيست فويس ارتست جابانيز. بص مبدئيا انا واحد بتفرج يا اما بالانجلش يا اما بالدبلجه العربي، فمش هكون ملم بالياباني. وما شفتش بوكو هيرو بالياباني، شفته بالانجلش. لكن اي ثينك اللي اسمعه واللي سمعته في المسلسل اللايف اكشن الدبلجه بتاعته وكل حاجه مايومي تاناكا. مايومي تاناكا الست دي انا بحترمها اكتر من ماساكو نوزاوا بكتير. مع ان ماساكو نوزاوا برضو بحترمها جدا. شي از نوت ماي جوكو بس بحترمها جدا. فمايومي تاناكا تاخد فوت حلو. بيست فويس ارتست بيرفورمانس انجلش. فين سونج جينو؟ فين سونج جينو؟ فين أليكس لي سونج جينو؟ فين أليكس لي زينيتسو؟ اوكي. فامي لو مش فاكر مين الكاركتر ايمي لو. ماو ماو ماشي. مين اه اوه ما شفتش الفيلم بالانجلش. شفته في السينما بالياباني. ريز ماشي مع ميدوريا جاستن براينر. هي از ماي ميدوريا. في ناس طبعا بتحب ميدوريا كتير بالياباني طبعا.
ليهم الاحترام لان ميدوريا بالياباني اسطوري وسكريماته احسن كمان من جاستن براينر، بس انا خلاص هو بنبرته بصوته بطريقته خد قلبي فوت. طيب وجيت لكم تاني اهو لو قلبت الموقع، لو قلبت اللغه بتاعت الموقع للعربي هيجيب لك في التصويت افضل اداء صوتي للعربي. ما شفتش هم ليه كلهم ساكاموتو ده ايزو سباي فاميلي؟ طارق عبيد ده تقريبا اللي بيعمل ساكاموتو، خليني افتكر. طارق عبيد ده تقريبا اللي بيعمل ساكاموتو. كان حلو بس افضل اداء صوتي معتز الشاذلي اللي كان اوه نيسوكي هيسوكي اوكي. كان حلو، كان حلو جدا. فاطمه زكريا، ايه يا جدعان ده في ايه؟ ماشي بس غدا عمر يور خرافيه. حمود ابو هو لو انت ابن عادل ابو حسون فانت ابوك اسطوري بس. اوكي ناور توك لا. هو هو مش ده اللي كان بيعمله السيزون اللي فات؟ مش فاكر، اسعد سنديان، محمد هيتوني، حد اسامه تيناوي، حد من الشباب دول. رأفت بازو. والله يا رأفت انا بحبك، ف لو اي حد قدامك برضو هدي لك الفوت. ها استغرب فوت. طيب وخلصنا من الفوت وخلينا نشوف على نهايه السنه دي الانمي اووردز هتدينا ايه، مين من دول هيكسب، الناس بتحب مين. انا كلمتكم هنا من وجهه نظري، ما كنتش بتكلم من وجهه نظر الكوميونتي، وكنت بتكلم من وجهه نظر الحاجات اللي انا بحبها. ف دي كانت كل حاجه عندي ولا في الفيديو بتاع النهارده، لحد اما نشوف في اخر السنه دي او يعني وقت ما الفوت ينزل هيحصل ايه. ما تنسوش تقولوا لي رايكم في الكومنتات، في كل فوت بقى انتوا اخترتوا ايه، وايه الانميات المفضله بالنسبه لكم والحاجات دي كلها. ما تنسوش اللايك وما تنسوش السبسكرايب. خلونا نوصل القناه 5000 مشترك قبل نهايه السنه دي، ونوصل الفيديو ده ل 200 لايك. واهم حاجه لا تجعل مشاهده انمي تلهيك عن واجبك الديني والدنيوي. دي كانت كل حاجه عندي في الفيديو بتاع النهارده، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.